النهارده في حكم سريع وتاريخي، الراجل اللي اعتدى على الطفل في مصر اتحكم عليه بالمؤبد. ده شيء لطيف. ما بقى لها سنة صبر الأم وصل إن هو يتحكم عليه، بس هل هو الحكم صحيح ولا هو الحكم بس عشان إرضاء الجماهير؟ ده سؤال مهم جدا. في أدلة وفي حاجات كتيرة، من ضمنها مثلا إن هو يتعمل له فحص. هل هو فعلا يستطيع عمل ده؟ هل هو فعلا كان قادر إنه يعمل الكلام دوت مع الطفل ولا لا؟ زي كده كتير المفروض يتعمل. المفروض يكون عندنا نوع من الاحترافية أكتر والسيستم الأفضل في قضايا زي ديت. مش بقول إن الراجل دوت مش مذنب أو مذنب، لا عادي، أنا معرفش، لكن المفروض العدالة يبقى فيها أدلة ويبقى فيها حاجات كتيرة بناء عليها يتم الحكم. الحكم صدر سريعا بسبب غضب الجماهير وعشان يرضي رأي العام، لكن مش دايما الأحكام السريعة بتبقى صحيحة. بس أنا أهم ما يعنيني في القصة ديت عدة أمور. يمكن اتكلمت على موضوع الأطفال والتحرش بيهم والاعتداء عليهم وغيره من الحاجات اللي المفروض يتم تجريمها بشكل أقوى وأكبر، ويتعمل سيستم للكلام دوت عشان الناس ديت ما تفكرش تعمل زي كده تاني. إن احنا نقلب الموضوع لديني وطائفي وغيره عيب قوي، صح ولا لأ؟ مش أي حد يغلط يبقى هو مثلا بيسيء لكل الناس اللي من دينه أو من دولته أو من بلده أو محافظته أو مدينته أو غيره. عيب. في كل مدينة وفي كل محافظة وفي كل دين وفي كل دولة في الكويس وفي الوحش، وإلا ما كانش هيبقى في سجون ويبقى في ناس مجرمين وفي ناس عملوا مشاكل في كل دولة في الدنيا. الفكرة إن إحنا لما حد يغلط بنحاسبه، لكن احنا ما بنحاسبش طائفة كاملة أو دين كامل أو مدينة كاملة. عيب. المسيحيين هم اخواتنا، منهم ناس كتيرة كويسة، منهم ناس كتيرة عاشرناهم في كل حتة. يمكن خصوصا عشان في المهجر كان حظي الحلو إن أنا اتعرفت على ناس من أصحابنا وأحبابنا الغاليين مسيحي مصر، اللي ما شفتش منهم غير كل الخير والمحبة. هتلاقي من كل طائفة ومن كل دين الكويس والوحش، ما ينفعش نعمم. عيب، صح ولا لا؟ ما تقبلوش على نفسك، ما تقبلوش على غيرك. في نفس الوقت اللي بينكروا مجرد الإنكار عشان خاطر مثلا هم من نفس الدين أو غيره، ده برضو غلط. لازم نكون حقانيين، والمخطئ يحاسب واللي ليه حق ياخده. العدل هو أساس الملك. العدل لازم يكون دايما قائم، ولازم يكون صوته عالي ويكون أكبر وأعلى من أي حاجة تانية. تحياتي للجميع، مع السلامة.